ورجعنا لكم يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي والجوله ال 19 وملخص الجوله ال 19 من فانتسي البريمير ليج. طبعا الناس عارفه لسه ان الجوله لسه ما خلصتش، لسه هيكون في ماتش بين تشيلسي وفولهام يوم الخميس قبل الديدلاين بيوم واحد. افتكر ان الديدلاين يوم الجمعه مش يوم السبت عشان ما تلبسش. الجوله يا جماعه 19 ما كانتش اسعد جوله بصراحه، يعني لا عليا ولا عليك ولا على اي حد. ليه يا شلبي يا عم؟ الثلاثه الكباتن الكبار تقريبا بلانك، صلاح بلانك وهالاند بلانك ومتروفيتش منه لله. شوف بص هقول لك منه لله، الراجل جاب جون وخد انذار في الماتش. بس احنا خلينا يعني هنتكلم على متروفيتش كده لما نيجي نتكلم على مباراه فولهام. بس طبعا وكالعاده يا عم ما تنساناش باللايك والسبسكرايب، وما تنساش طبعا تسيب تحت في الكومنتس انت جبت كام نقطه الجوله دي. وطبعا بشكركم شكرا جزيلا انكم وصلتوا الفيديو اللي فات ل 50 لايك، وعايزين ان شاء الله الفيديو ده يستمر على خطى الفيديو اللي فات ويجيب 50 لايك. رجعنا لكم يا شباب وحلقه جديده والجوله ال 19، وخلينا بقى نمسك كده ورقه وقلم يا عم ونشوف ايه اللي حصل في الجوله ال 19 اللي ما كانتش سعيده على اي حد ابدا مهما كان. ليه يا عم؟ يا عم ده افريج 43. هتقول لي جاب منين الافريج الرهيب ده؟ هحكي لك بقى، تعالى كده هات بقى ورقه وقلم واكتب معايا ايه اللي حصل في الجوله. ليفربول بدأ المدعكة بتاعت الجولة دي وكانت بداية صراحة باينة من أولها، وخسروا 3-1 من فرقة برنتفورد. وداروين نونيز كالعادة بيضيع فرص كتير. خلي بالك داروين نونيز ضيع فرصة محققة للتسجيل، وكمان جاله جول واتحسب اوفسايد. أنا كنت قاعد بقى في الماتش ده كنت مبسوط قوي، يا جاب جول وصبري وعوض صبري خير. ولكن الحكم طبعا قال لك الكرة دي اوفسايد والجول اتلغى. من الجول الاول اللي جابه كوناتيف نفسه للجول الثاني اللي اتلغى عشان الاوفسايد طبعا، للجون طبعا اللي جابه ويسا اخيرا واتحسب طبعا له في الجوله دي. فاحنا عندنا دفاع ليفربول بيعاني. ابعد عن دفاع ليفربول يا عم الحاج، بلاش اوبشنز من دفاع ليفربول. رغم ان ارنولد لتاني مباراه على التوالي اهو بيجيب اتاكينج ريتيرنز، بس انا اعمل ايه بمدافع ب7 وشويه وهو بيجيب لي يا دوب اسيست كل ماتش؟ لا يا عم، ده انا عايز كلين شيت واسيست و3 بونص وميداليه اولمبيه كمان. برنتفورد خلي بالك الفرقه دي بتقدم اداء جامد، بالذات كمان ضد الفرق الكبيره. لو بصيت على الفرقه دي ضد الفرق الكبيره، بص يا عم الحاج، كاسبين مانشستر يونايتد 4-0، واهو النهارده بيكسبوا ليفربول، اتعادلوا مع تشيلسي، وكمان كسبوا فرقه توتنهام. فالفرقه دي بتقدم اداء جامد، يعني مش سهل انك انت تعرف تاخد منها بوينتس على ارضها. وعندك يا عم الحاج مبومو هيكون له دور كبير قوي الفتره دي، وخصوصا مع اصابه توني اللي لسه ما تحددش هو هيغيب قد ايه. هنتابع طبعا المؤتمرات الصحفيه، ولكن متوقع ان توني هيتاخر شويه على ما يرجع. في الوقت ده هيكون عندك مبومو، هيكون اوبشن قوي قوي تفكر فيه. الراجل بقى اللي خاطف الدنيا ومولعها من فرقه برايتون البيون، الراجل ميتوما يا عم. الراجل مسجل في تاني مباراه على التوالي، ولو بصيت عليه في مباراه ارسنال هتلاقي ان الراجل ده كان هيسجل جول تاني في المباراه دي. فالراجل ده هو مش بيبلانك، بقاله جولتين وسعره تحت ال5 مليون وديفرنشال محدش جايبه والحاجات الحلوه دي كلها. غير كمان سولي مارش اللي ساهم في رباعيه فرقه برايتون البيون، واللي اتكلمنا عليه الجوله مش اللي فاتت اللي قبلها بقى لو تفتكر، بس هو اتاخر شويه يعني على ما عمل شو. اما بقى متروفيتش اللي كان عليه امال كبيره قوي من مدربين الفانتسي، وانا شخصيا كنت بكابتن متروفيتش يا عم للجوله دي. قلت ليه لا اشيل الكابتنه من على هالاند، وخصوصا ان متروفيتش اولا انفورم وعنده ماتش ليستر سيتي يقدر يسجل فيه، وكمان تشيلسي اللي دفعهم في الشلاحات. قلت لا خلاص انا هكابتن متروفيتش. بس كنت خايف من حاجه مهمه جدا، ان متروفيتش ياخد انذار كمان عشان يغيب على المباراه اللي بعد كده. واللي حسبته لقيته متروفيتش بعد ما كان جايب جول وجايب 9 نقط، الراجل خد انذار وكلفني. مش بس ان هو راح منه البوينت بتاعت الانذار، لا ده كمان خسر ال3 نقط البونص، وكمان مش هيحضر الماتش التاني في الدبل جيم ويك. وفضلت بقى انا قاعد على قلبي عامل كده، طب
ربنا يستر بقى من هالاند اللي هيفجر الدنيا في ماتش تشيلسي. اما بقى ارسنال اللي قدم مباراه كبيره قوي ضد فرقه نيوكاسل، بس ما قدرش ان هو يكسر شوكه دفاعهم، اللي خلي بالك نيوكاسل دلوقتي دفاعهم هو الاقوى في البطوله، عندهم بس 11 جول دخلوا في مرماهم، وقدروا ان هم يحافظوا على كلين شيت بعد طبعا الرجوع من توقف كاس العالم. وطبعا النتيجه دي كانت ولا اروع لمانشستر يونايتد اللي استفاد من الموضوع ده بشكل كبير وكسب فرقه بورنموث 3-0. ومباراه شهدت تالق راشفورد وشهدت طبعا تالق لوك شو اللي سجل جول وجاب كلين شيت وخد 3 بونص عشان يكافئ كل الناس اللي وثقت فيه. وكان في ناس عدد لا بأس به يعني راح وجرى جابوا الجوله دي علشان يكافئهم ب 15 بوينت توتال. وطبعا راجل الى حد ما مش منتشر، ودفاع مانشستر يونايتد مع الناس عموما مش كتير، مش هتلاقي ناس بتراهن قوي على دفاع مانشستر يونايتد. بس خلينا نشوف هنعمل ايه مع مانشستر سيتي الماتش الجاي وربنا يستر. اما بقى رودريجو اللي اتكلمنا عليه في حلقه التوقعات وقلنا الحق يشتري رودريجو اللي عنده ماتشات حلوه وخلي بالك هيسجل الماتش الجاي، الراجل ما كدبش خبر وسجل جول. وسامرفيل الراجل اللي نزل سعره بقى ب4 و3 رجع تاني للتشكيله الاساسيه وعمل اسيست. يعني انت تخيل لاعب ب4 و3 وعمل اسيست في المباراه اللي نزل فيها. وبنتكلم طبعا ان ماتشات فرقه ليدز يونايتد ماتشات حلوه قوي ومشجعه قوي انك انت تشتري منهم لعيبه الفتره دي. توتنهام بقى رجع يفوز تاني بعد طبعا ماتشين بيتعادل وبيخسر، بس الاجمد من كده يعني ان هم كسبوا 4-0 ان هاري كين انفجر. ودي حته كده ما بتشوفهاش كتير من هاري كين السنه دي، ان هاري كين يسجل هدفين ويعمل اسيست ويجيب 16 بوينت. دي يعني مش متعودين فيها على هاري كين، متعودين ان هاري كين كونسيستنت، يعني والله بيجيب الجون بتاعه بياخد له 7 بوينت 8 بوينت 9 بوينت. ولكن الراجل تألق الجوله دي صراحه وكافئ الناس اللي كانت لسه واثقه فيه طبعا 16 نقطة. وعودة كمان سون يا جماعة، للي ما يعرفش الراجل سجل المباراة اللي فاتت ويمكن يفكرنا شوية من سون بتاع الموسم اللي فات، بس ماتشاته بصراحة مش مشجعة قوي. يعني انا لو مكانك هقلق شوية، وخصوصا ان توتنهام عندهم ماتشين جامدين قوي، عندهم اللي جاي ارسنال واللي بعده مانشستر سيتي، طبعا هيكون ماتشات صعبه جدا. ونختم بقى الكلام بقمه الجوله اللي كانت بين طبعا مانشستر سيتي وتشيلسي، اللي ناس كتير جابت بقى راحت جابت ستيرلينج وجابت ماونت وجابت علشان طبعا ماونت ما لعبش. ستيرلينج كمان كنا قاعدين كده بسم الله الرحمن الرحيم 5 دقايق الراجل هوب مسك رجله هوب تبديل. وطبعا مش هيلعب الماتش الجاي، فالناس اللي جابت ستيرلينج لبست والناس اللي جابت ماونت ممكن يعني يعوض الماتش الجاي، وخصوصا الماتش الجاي فولهام ماشي، بس هل هو هيلعب ولا لا؟ لان هو ما شاركش وما كانش حتى في التشكيله اللي راحت الماتش اساسا، يعني حتى هو ما كانش موجود على الدكه. فهنشوف بقى اللي هيحصل في الجوله دي. وجوارديولا برضو في حاجه غلط معاه بصراحه مع كانسيلو، يعني احنا لو فضلنا بالمعدلات دي اظن احنا نبيع كانسيلو ونشوف حد تاني. يعني الراجل اللي هو يمكن كان من احسن ناس في مركزه السنه دي في الوقت اللي كان قبل كاس العالم، لا بصراحه الموضوع مش قد كده. كانسيلو ما كملش المباراه وجوارديولا طلعه في الدقيقه 46. يعني الموضوع مش مفهوم بجد. ليه فجاه كانسيلو مغضوب عليه كده؟ يا بياخد شوط يا بياخد 30 دقيقه يا ما بيلعبش خالص. الموضوع غريب، وده هيخلي ناس كتير قوي تفكر ان هي تبيع كانسيلو لو ما كانتش اوريدي بتفكر. انت عندك كانسيلو سعره بينزل دلوقتي، سعره نزل يمكن 0.1، والناس بدات تسحب الثقه من كانسيلو اللي الثالث مباراه اهو لا في اتاكينج ريتيرنز ولا في حتى اداء ولا في اصلا لعب. فربنا يستر فعلا يعني على موضوع كانسيلو ده. اظن ان لو عملها لمباراه رابعه اظن احنا خلاص يعني هنقرر ان احنا خلاص نبيع كانسيلو ونوزع فلوسه، لان لاعب زي ده بفلوس كتير قوي. وهالاند طبعا بلانك، يعني يمكن ده الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه، والناس اللي كانت خايفه ومنهم انا صراحه. انا قلت متروفيتش جايب 5 نقط
ومش هيلعب الماتش التاني، وهالاند هيروح يجيب له جولين في تشيلسي وهتسوح، وخصوصا ان الافكتيف اونر شيب بتاعت هالاند كانت مثلا 153%. انت متخيل رقم يعني 153%؟ يعني الراجل ده لو لعب بس انا بنزل في الترتيب عشان أنا مش مكابتنه طبعا. اما بقى انا جبت كام نقطة لحد دلوقتي في الدوري؟ انا جايب 43 نقطة، والافريج طبعا 43 نقطة. شفت جرين قالوا صغير كده يمكن حاجة و50 ألف مركز، بس الصراحة لسه متفائل. والله أنا لسه عندي كيبا، لسه عندي يعني خلاص متروفيتش راح، عندي أندرياس، ونأمل إن ميسون ماونت يقدر إن هو يلحق الجولة الجاية، لأن أنا كانت تبديلاتي كالآتي. أنا قررت إن أنا أجيب ميسون ماونت. يعني شوف انا عملت بلاوي كبيره جدا عشان اجيب ميسون ماونت. انا كان عندي سامرفيل وكان عندي زاها، قلت لا بص خلاص كده انا هعمل ايه؟ انا هبيع زاها واشتري ميسون ماونت. لقيت ان الموضوع معجز معايا في بوينت 1، فقلت بلاش اجيب او بلاش ابيع كاستانيا. قلت لا خلاص خليني ايه ابيع الراجل سامرفيل واجيب جوشوا دا سيلفا يعني بتاع برينتفورد، وكده كده هيكون على الدكه. فلحد دلوقتي اهو 43 نقطه، ومنتظر ان شاء الله ان شاء الله ان كيبا يطلع لي بكلين شيت في مباراتهم ضد فولهام، وكمان يمكن ميسون ماونت يلحق الماتش ويسجل له جول ولا حاجه، هيفرقوا معايا طبعا بشكل كبير جدا لو الكلام ده حصل. دي كانت حلقتنا طبعا، ويلا فانتسي وملخص الجوله ال 19 من فانتسي البريمير ليج. وكالعاده ما تنساناش باللايك والسبسكرايب، وتقول لي تحت في الكومنتس انت جبت كام نقطه ومين اللعيبه اللي خسوقتك الجوله دي. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. غالبا ان شاء الله هيكون عندنا حلقه في وسط الاسبوع، ممكن تكون يوم الثلاث مثلا ولا حاجه. ان شاء الله هيكون فيها يعني توقعاتنا للجوله الجايه، ونشتري مين ونعمل ايه. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويلا فانتسي.